المرأة وراجل 8 سنين فارقين الفراش. 8 سنين 8 سنين. انا كنقول لك داك الشيء كنقولها للمغاربه وكنعاود. وشحال من واحد عايش هذا الشيء وغيقول المصباحي عنده حق، ما غيقولش عنده حق ذاك اللي ما يعني لا علاقه لي بهذا الموضوع. اشنو السبب اللي خلاهم يفرقوا الفراش؟ نعم، علاش السبب اللي خلاهم يفرقوا الفراش؟ هذوك الناس فارقين الفراش كيبغوا يشاركوا الناس معاهم في المشكل ديالهم، ما كيقدروش. انا كيقولوها ليا، كيقول لك ما قدرناش حنا نشاركوا هذا المشكل اللي عندنا اللي كنعيشوه، ما قدرناش مرأة وراجل مزوجين ولكن الفراش معزول. يقدروا ينعسوا في بيت واحد وما ما ما يشاركوش الفراش. علاش؟ هذا الشيء كامل السبب ديالو وهو السحر. السحر. كاين المرأة اللي على دور العام فيها العادة الشهرية. علاش ديك العادة الشهرية؟ هذيك العادة الشهرية باش داك الراجل ما يجتمعش مع ديك المرأة. كاين المرأة اللي دائما العادة الشهرية ما مقاداش. كاين المرأة اللي شنو كيدير لها باش يبعدها من الراجل باش ما تجتمعش مع الراجل؟ كيشدها كيدير لها الحكة. انا شوف اخوتي المغاربة، انا ما خصنيش غتقولوا لا علاش مصباحي قالوك، انا خصني نقول، خصني نعتق. انا عايش مع الناس، انا خصني نعتق. عائلات كيتشردوا، عائلات كيتشتوا، وليدات صغار كيضيعوا على من العار على هادو. اين لا وصلت انا هذا الشيء وسكت عليه وخليته وما دليتش الناس عليه، غنتحمل مسؤوليتي امام الله. كاين المراه اللي كيدير لها خويا يونس، كيدير لها الحكه في الرحم ديالها. والسبب؟ السبب ديالو باش هي ما تنعش مع الراجل. وشكون اللي تيقول لها الشيء؟ لا السحر، الجن. الجن كيدير لها الحكه في الرحم ديالها، كيدير لها الحبوب، كيدير لها العاده الشهريه نزيف، باش هذيك المراه الخطه ديال ابليس باش هذيك المراه خصها تبعد من ذاك الراجل. كاين لا مراه ولا راجل، كاين مراه ولا راجل كيقول لي السي مصباحي انا الحياه الزوجيه ديالي ما عنديش اللذه ديال ديك الحياه الزوجيه، ما كايناش. كينعس مع مراته بحال لا نعس مع شي وحده ميته. يعني الجن هو اللي تيتحكم في احساس ما عندوش، الرغبه ما عندوش. كتقول لي مثلا، كتقول لي الراجل او المراه كيقول لي السي مصباحي انا ما نقدرش نقولها لمراتي. كتقول لي المراه السي مصباحي ما نقدرش نقولها لراجلي. كنقول لها لا بالعكس، ما خصكش تسكتي، هذه حلال حياتك الزوجيه هذه. الا ما شاركتيش راجلك معاك شكون اللي غيحن فيك؟ واخا حنا المغاربه تنحشموا تنخجلوا من هاد الحوايج. نعم، المغاربه ما يمكنش اصاحبي عائله غتشتتي الا سكتي، ما يمكنش. كنقول لها لا ما يمكنش ليك، خاصك تشاركي راجلك. اقرب واحد هو اللي غيحن فيك، هو اللي كاين بيك، هو الراجل ديالها. دابا هي شنو كتقول دابا المراه؟ كتقول انا لا دليت هذا السيد بان انا ما كنحسش به، راني بحال شي انسانه ميته، ان ذاك الراجل ما غتبقى بحال قلتي ما غتبقاش عنده ديك اللذه ديال الحياه الزوجيه، ما غتبقاش. كتقول اللهم نخلي ذاك السر، يعني كدير شي تحايل كيفاش ترقاه، ولكن ما تقولش كيفاش تعالج، ولكن ما تدلوش على المشكل. وانا كنقول لا، كنقول الاخوات او الرجال او النساء دائما نتوما جوج صاحبي راكم جسد واحد. اي مشكل عندك انت الراجل شاركوا مع مراتك، لان شكون اللي غيبغي لك الخير؟ هي ديك المراه لان تركتوا الحياه ديالكم. واش كاين شي علاج لهذا المرض؟ غنوصلوا لهذا غنوصلوا لهذا الشيء الحمد لله كاين العلاج. اي انسان خصو ما يكونش خجول، يعني ما يترددش. بالنسبه للعلاج ما يترددش، كاين العلاج ان شاء الله باذن الله. غنوصلوا هذه المرحله. كاين المراه اللي كتولد الولد ديالها وكتلوحوا، تجيبوا لها كتهرب من ولدها. ولدها كتجيبوا لها، كتقول لها كيف انت ولدك كتهرب منه. باقي عنده، كاين اللي عنده 6 اشهر، كاين اللي عنده عام، كتهرب منه. كتقول لك دي حيدوا عليا. تقدر تلوح لما، تقدر تلوح لراجلها، كتسمح في دار، كتسمح في ولاد. كاين البعض اللي كتقول لك الراجل ديالي ما حملش النظره في وجهه، فيه الخنز. كاين الراجل اللي كيشم في المراه الخنز، هي راه ما خانزه ما والو، داك الراجل راه ما خانز ما والو، ولكن داك الكافر بالله، داك العدو المطرود من الرحمه ديال الله، حينتي ورا طردوا ربي من الرحمه ديالو. لو كان فيه الخير ما غيطردوش ربي من الرحمه ديالو. هو كيدير ديك الريحه باش انت تكره ديك المراه، او لا ديك المراه كتكرهك. علاش كاين دابا شي واحد كتكون تركب معاه في طوبيس كتلقى خانز، او لا شي وحده خانزه، يعني ما بطاش عليك في طاكسي ولا طوبيس ولا ما بطاش عليك كي انت تبعد منه. هذاك السيد راه كيكون الجن كيدير ليه الخنز باش الناس كيكرهوه، باش الناس يبعدوا منه. كاين المراه اللي واخا تعيا دير مع داك الراجل،
يعني كدير معاه فوق المستحيل باش يعني داك السيد باش دير ليه الخاطر ديالو كيرفضها، هو دير ليه الكراهيه مع الراجل ديالها. كاين اللي ولادها كيرجعوا ولادها كيهز امه كيقجها، الام ديالو كيقجها. كاين اللي كتقول لك كيضربني انا، ولدي كيضربني، الولد كيضرب امه، الولد كيضرب باه. السبب هي اللي بغيت المغاربه اليوم يعرفوا هذا المشكل من جال. الله يرحم لكم والدينا اخوتي المغاربه، بركه ما تتبعوا دوك الكذوبات وداك التخربيق اللي كيدور في داك حنا يعني اعطينا عهد الله سبحانه وتعالى باش ان اي حاجه وصلناها خرج كندير لخوتي المغاربه، ما كنبخل عليكم حتى حاجه، لان انا كيهمني المشاكل ديال الناس. كيقول لك لا راه كلشي، راه انت لا ماشي كذب عليك واحد ولا جوج كتسحب لك واش الرقات كلهم كذب. انا ما كنقول لك كنحر الجن، انا ما كنقول لك كندير الخط في الجن، انا ما كنقول لك حقا لا راك شوف ولا عندي نورانيين او لا عندي رفقه صالحه، هذاك الشيء كامل لا علاقه في علاقه في علاقه، هذاك الشيء كامل الوهم والضحك والكذوب عليكم انتوما كيضحكوا عليكم. كنطلع كنصحك، ترقيتي عندي مرحبا بك، ما ترقيتيش من عندي وجه الله خذ مني نصيحه، غتحتاجها لامك، غتحتاجها لباك، غتحتاجها لعمتك، غتحتاجها لاي واحد. خلينا ربي يخلصني، ما احتاجيتكش تقدر خلصني ولا جريتك اجي ترقى عندي. انا خذ مني نصيحه، ما كنبغيش عباد الله يضحكوا عليك، خذ مني نصيحه راه غتحتاجها في الحياه ديالك. كيفاش يتم العلاج؟ نعم كيفاش يتم العلاج؟ بالنسبه للعلاج خويا، هذه المشاكل كامله كلها اللي كتعيش انه هاد الناس يعني توجهوا الرقيه، وخاص شي انسان يكون صادق، دير السبب وطلب الفرج من سيدي ربي. كيفاش يتواصلوا معك الناس؟ بالنسبه للتواصل انا كنخدم في الواتساب في اي دوله في العالم، كترقى انت وليداتك العائله كامله كترقى، حيت دائما ملي كيكون مصاب الاب ولا الام كيمشي ليه ولاده وبناته، وراه هذه غلطه. الناس كيدي المراه ولا المراه كدي راجلها يترقى، ولكن كتنسى بان الولاد راه مصابين، راه ملي كيتصاب الام ولا الاب راه كيتصابوا وليداته كاملين. واحسن رقيه اللي كندير انا كترقى انت ومراتك وليداتك وحتى الدار. غتقول لي ما يمكنش السي مصباحي تقول لي الدار كي درت ليها غترقي الدار، وانا غنقول لك كي درت ليها. درت ليها ملي كنمشوا عند الناس اللي هما ولا ما كنمشوش عندهم، كنقراو عليهم في الواتساب، كتكون الدار كتشعل فيها العافيه ولا كيكون فيها الرجم، ملي كنقراو عليهم كيحيد كينتهى هذاك الرجم، ملي كنقراو عليهم ما كتبقاش تشعل العافيه. هذا دليل كيبان بانك كترقى انت والمكان اللي انت فيه. واخا كيديروا الناس يتواصلوا معك؟ بالنسبه للتواصل هو 06 88 49 29 72. النمره الاخرى هي 06 16 90 91 33. واي واحد بغيت يتواصل بيا كيكون ضغط على التليفون غتسجل اوديو، سمعوا معايا مزيان هذه اللقطه، غتسجل اوديو تقول لي المشكل اللي عندك اللي كتعيشو في الحياه ديالك، الاعراض اللي في الصحه ديالك، انت اش من بلاصه فين كتواجد، واش عش من مدينه او لاش من دوله. وراه مني كنسالي انا كنسجل اوديو وكنفيدك بجميع المعلومات.